عامل زي البقره، انا اسف في التشبيه، كنت عامل زي البقره المذبوحه كله بينتش، يشتموني ويقولوا عليا كلام. استاذ محمد احنا كلنا اخواتك، احنا كلنا اهلك واخواتك، وكل الناس اللي بتشوفك اهلك واخواتك، وكلهم بيحبوك يا استاذ محمد، وكلنا في ظهرك. دموعي دي مش استعطاف ولا طلب شفقه من حد ولا طلب عم من حد، العم من ربنا سبحانه وتعالى. والله اللي شفته لو اتحكى على ملوك دول لا ينهاروا. منك لله، منكم لله، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. ودي رساله قويه لكل مقدمين المحتوى اللي بيشككوا في طريق الحق. والملف اللي فتحناه النهارده لا هو اول ملف ولا هو اخر ملف، وهنتكلم على حاجات اول مره تتعرض على السوشيال ميديا او على اي منصه اعلاميه، وهتكون صفعه قويه ومدويه. وتربيتي واخلاقي ما تسمحليش ان انا اقول هو مين بالظبط، عشان ما اقولوش ان انا بشهر، عشان انا ما باخدش حد بذنب حد. وان شاء الله احنا هنعرض على حضراتكم في حلقه النهارده كوارث بمعنى الكلمه. حضرتك اقسمت لي يا استاذ محمد ان دي تغريب، وبيطرح التساؤل الغريب العجيب المريب اللي ما جاش على بالي انا شخصيا، وانا المحامي بتاع القضيه دي بتاع المجني عليه، ما جاش على بالي اطلاقا. بعد حكم الاسره ما طلع، تعالوا اعترفوا بالحقيقه. اقسم بالله العلي العظيم والله على ما اقول شهيد، بيحاربكم. والله ما انا اللي بحاربكم، والله ما انا اللي بحاربكم، ده هو اقرب اسم ليكي، انت عارفاه هو مين وانا عارفه.